تخيل معايا انك نازل شارع في مدينة زحمة جدا، ناس رايحة الشغل وعربيات بتضرب كلاكسات وناس بتجري عشان تلحق ميعادها والدنيا ماشية طبيعي جدا، وفجأة الأرض نفسها تقرر تقول كل ده هيتغير. فيلم فولكانو، فيلم وعلم ولا خيال مؤلف؟ الفيلم بيبدأ على مدينة لوس أنجلوس، المدينة العصرية اللي كل حاجة فيها بتجري وكل حاجة فيها بتخلص بسرعة. مدينة كبيرة وواسعة وواثقة من نفسها جدا، فيها مؤسسات وفيها نظام وفيها حكومة وفيها سيستم الناس كلها ماشية عليه. وبنتعرف على شخصية اسمها مايك رورك اللي بيعمل دوره تومي لي جونز، وهو بطل فيلمنا النهارده. مايك بيشتغل مدير مكتب الطوارئ في المدينة، راجل عملي وسريع شغال بطريقة هات المشكلة وانا هحلها، مش فيلسوف ولا عالم، هو باختصار رجل إدارة الأزمات. كل حاجة بتبدأ لما بيحصل نشاط غريب تحت الأرض في لوس أنجلوس. الناس بتحس إن في اهتزازات أو زلزال بدرجة صغيرة في الأول، وزيها زي أي مدينة كبيرة الناس ما بتحبش تصدق إن اللي بيحصل ده حاجة كبيرة، وده واقعي جدا لأن البشر عموما بيحبوا يقللوا من الإشارات الأولى للخطر، مش عشان هم أغبياء، بالعكس لأن الاعتراف بالخطر أصلا مرهق نفسيا جدا. في الفيلم العمال اللي في مجاري الصرف بيدخلوا نفق وفجأة الحرارة بتعلى بشكل جنوني، وبعدين بيحصل شيء مرعب، غازات درجة حرارتها عالية جدا، بخار مية، ثم العمال اللي كانوا موجودين بيموتوا وهم مش فاهمين ايه اللي بيحصل. وهنا نقف أول وقفة علمية، البراكين مش مجرد حمم بركانية وخلاص، ودي أول غلطة الناس بتقع فيها أول ما بتسمع كلمة بركان. الناس لما بتسمع كلمة بركان بتتخيل الحمم الحمراء اللي اتفجرت من باطن الأرض وخلاص، لكن في الحقيقة إن الغازات المنبعثة من البراكين دي بتبقى أخطر من البركان نفسه. منظمة USGS بتوضح، ودي اختصار ليونايتد ستيت جيولوجيكال سيرفي، بتوضح إن أغلب الغازات المنبعثة من البراكين عبارة عن: 1. بخار مية، 2. ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد الكبريت، ومعاهم كميات أقل من كبريتيد الهيدروجين، بجانب أول أكسيد الكربون وكلورايد الهيدروجين وفلورايد الهيدروجين. يعني الغاز أحيانا هو اللي بيقتل قبل حتى ما الحمم البركانية دي تظهر. مثلا ثاني أكسيد الكربون لأنه أتقل من الهواء فبيتجمع في المناطق المنخفضة والأنفاق والحفر، وهي دي الخطورة. يعني ممكن تبقى واقف في مكان عادي جدا وجنبك حفرة أنت بتشم غاز لا هو ليه ريحة ولا هو حتى ليه لون، وفجأة تموت. USGS بتقول مجرد 3% بس أعلى من ثاني أكسيد الكربون ممكن تعمل صداع ودوخة وتسارع في ضربات القلب، وبنسب اعلى ممكن تعمل غثيان ووفاه. يعني مشهد العمال اللي في انفاق الصرف الصحي اللي ماتوا في اول الفيلم ده مش مجرد خيال علمي، دي فعلا حقيقه علميه. الاماكن المنخفضه مع الغازات البركانيه دي اصلا بتبقى عباره عن مصيده موت. بعد الكارثه اللي حصلت بتدخل شخصيه علميه اسمها ايمي بارنز، ودي عالمه جيولوجيا عندها حدس وشك ان اللي بيحصل ده مش طبيعي ومش مجرد زلزال عادي. وهنا الفيلم بيعمل حركه كلاسيكيه لذيذه جدا، العلم بيقول حاجه واداره الازمات بتقول حاجه عشان الناس ما تترعبش، والطبيعه والبركان اللي تحت لوس انجلوس مش هيصبر عليهم هما الاثنين. ايمي بتبدا تربط الحراره والغازات والاهتزازات والهزات اللي حصلت، وبتوصل لاستنتاج محدش بيصدقها عليه، في مغمى تحت لوس انجلوس بتحاول تطلع. طيب هل ده ممكن علميا وتحديدا تحت لوس انجلوس؟ الاجابه المختصره بالشكل اللي الفيلم بيصوره ضعيف نسبيا بس مش مستحيل. كاليفورنيا فيها فعلا براكين نشطه وخطيره جدا. USGS بتوضح ان في الولايه في مراكز بركانيه كتير وبعضها عالي او عالي جدا في مستوى التهديد، بس البراكين الخطره اللي موجوده في كاليفورنيا مش موجوده بالتحديد في لوس انجلوس، هي موجوده على حدود كاليفورنيا كولايه كامله زي لونج فالي ولاسن. يعني الفيلم بيشتغل على فرضيه سينمائيه قويه جدا بس مش على السيناريو الجيولوجي الاكثر واقعيه للوس انجلوس تحديدا. ومع ذلك فكره ان مدينه كبيره تتفاجئ فجاه اول يوم الصبح كده بنشاط بركاني في مكان ما حدش يتوقعه مش خيال علمي، وحصلت في الواقع. واشهر مثال على ده بركان باريكوتين في المكسيك سنه 1943 اللي ظهر من وسط ارض زراعيه وفضل يكبر ويتطور، والقصه دي اتوثقت كواحده من اشهر لحظات ميلاد بركان قدام الناس قدام عيون البشر. فجاه كده الصبح لقوا الارض بتتحول والبركان بيطلع منها في مكان ما حدش يتوقعه، ارض زراعيه. يعني الفيلم استعار الخوف الحقيقي من القصه دي، لكن فكره ان البركان يطلع من وسط لوس انجلوس ده خيال علمي او مش مرجح بنسبه كبيره. الانفجار الاول بيحصل، الشوارع بتتشقق والمدينه بتدخل في حاله صدمه، والحمم البركانيه بتبدا تطلع من بطن الارض في قلب لوس انجلوس. بس هل الحمم البركانيه او الحمم البركانيه بتطلع بالسرعه الجنونيه دي وكانها انفجار قنبله ذريه؟ العلم بيقول ان الحمم البركانيه مش بتتحرك بنفس السرعه اللي ظهرت في الفيلم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني بعض تدفقات البازلت من البراكين على المنحدرات الشديده جدا ممكن توصل سرعتها ل 10 كيلومتر في الساعه، لكن غالبا في الارض الاقل انحدار او الارض المستويه بتبقى سرعتها اقل من 1 كيلومتر في الساعه. هي الحمم البركانيه مدمره لاي شيء بتقابله في طريقها، ده حقيقي، لكن مش عشان هي سريعه بس عشان هي بتحرق اي شيء
شيء وتدمر اي شيء بتقابله، وبتكسر البنيه التحتيه، وخطورتها بتبقى موجوده في الحراره، الغازات السامه، والانهيارات، وفقدان السيطره. محدش بيبقى عارف يسيطر عليها. طيب هنا نسال سؤال مهم، الحمم البركانيه اصلا بتيجي منين؟ وايه اللي بيخليها اصلا تتكون تحت الارض؟ الحمم ببساطه عباره عن صخور منصهره، لكن لما بتكون تحت الارض بيبقى اسمها مغمى، واول ما بتخرج للسطح بتبقى اسمها يا اما حمم يا اما لافا. والفرق ده مهم جدا، لان المغمى تحت الارض بيبقى فيها غازات مذابه وضغط وحراره عاليه جدا، ولما تبدا تقرب من السطح الضغط ده بيقل، فتبدا الغازات تنفصل زي ازازه الحاجه الساقعه كده او المشروبات الغازيه، بس بدل الفقاقيع اللذيذه دي بتبقى حمم بركانيه، بتبقى عباره عن حديد ومعادن ونحاس وزنك وقصدير. نوع المغمى كمان بيفرق جدا، يعني في مغمى بتبقى لزوجتها اقوى من مغمى تانية، ودي بتمسك الغازات جواها لفتره اطول وبتعمل انفجارات اعنف بكتير. وفي مغمى اكتر سيوله زي البازلت، ودي موجوده في هاواي غالبا، فبتنتج عن كده حمم بركانيه انفجاراتها اقل بس بتبقى اكتر انسيابا. معنى كده ان مش كل بركان على شكل جبل فبينفجر في السماء، في انواع للبراكين، في براكين انفجاريه، وفي براكين شقوق اللي بتطلع ما بين شقوق الجبال او شقوق الارض، وفي تدفقات بتبقى هاديه جدا بس مدمره جدا. نروح لمين؟ لمايك رورك. هيتصرف ازاي؟ هنا البطل مش عضلات، ده ازاي يكون عنده اداره للذعر، اداره للخوف. هو بني ادم بياخد قرارات في مدينه بتموت حرفيا. النجاه في المواقف اللي زي دي مش بتعتمد على الشجاعه بس، هي بتعتمد على التنظيم وسرعه القرار والتعامل مع المعلومات اللي مش كامله. مايك بيبدا يقفل الشوارع ويحرك المعدات ويخلي مناطق معينه، وده واقعي لانه هو اصلا بيخلي الاخبار ما تقولش الحقيقه. طب ليه؟ في الكوارث الكبيره وممكن تكون في الحروب والانفجارات، العدو الاول مش الحرايق، العدو الاول هو الارتباك. هنا نقف وقفه نفسيه قويه جدا. لما الخطر بيبقى خارج خبره الناس اليوميه العاديه، العقل نفسه بيرفضه. يعني الناس تعرف تتخيل حريقه، تعرف تتخيل فيضان، تعرف تتخيل حادثه، لكن بركان طالع من الشوارع اللي هم عايشين فيها ده شيء مستحيل. المخ اصلا بيبقى محتاج وقت عشان يصدق الجمله، وده في علم اداره الازمات منطقي جدا. الانسان الطبيعي مش بيتصرف فورا حسب خطوره الحدث، بس بيتصرف على حسب قدرته على استيعاب الحدث نفسه. الحدث ده حقيقي ولا لا؟ بس بعد ما مايك رورك كده بيقفل الشوارع ويخلي مناطق، هل كده الخطر زال؟ مفيش خطر اصلا. احنا اتكلمنا عن الغازات، وان الغازات هي اخطر شيء في البراكين. الخطر اصلا بيبقى جاي من انخفاض جوده الهواء، يعني ثاني اكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين اصلا بيتجمعوا في المناطق المنخفضه. تمام، بس ثاني اكسيد الكبريت بيكون من اخطر الغازات على التنفس، وده بيعمل حالات اختناق وتهيج تنفسي وبيسبب انعدام الرؤيه. نقف هنا بقى وقفه اخلاقيه ونفسيه برضه. الكوارث بتطلع احسن واسوأ ما في البني ادم. طب ازاي؟ الكارثه لما بتيجي بتفضح البشر. بمعنى ايه بتفضح البشر؟ فيه اللي تلاقيه بيهرب، الروح حلوه، فيه اللي تلاقيه بيضحي، وفيه اللي بتلاقيه بيصرخ، وفيه اللي بتلاقيه بيشتغل، وفيه اللي في لحظه بيبقى اناني جدا، وفيه اللي بيبقى بطل وهو اصلا مش عارف انه بطل وما كانش يعرف ده عن نفسه. الفيلم بيورينا ناس بسيطه جدا بس في مواقف مستحيله، زي رجال الاطفاء، رجال انقاذ، اطباء ودكاتره، سواقين ومسؤولين. الحضاره كلها بتقف على كتاف ناس اصلا شغلتهم الكوارث. في ناس وقت الخطر الجهاز العصبي بتاعهم بينهار، ونوع تاني رغم الخوف اللي بيشتغل، وده مش معناه ان هو مش خايف، بس هو اتدرب على تحويل الخوف لفعل. بنيجي المشهد من اشهر المشاهد في الفيلم، احد رجال الانقاذ بيضحي بنفسه عشان خاطر ينقذ زميله. المشهد ده لازم يتشاف بعينين مش بعين واحده. بمعنى ايه؟ عين دراميه سينمائيه بتاعه المدينه الفاضله الافلاطونيه، وعين تانية واقعيه. في العين الدراميه المشهد قوي جدا وفعال ومؤثر انفعاليا للمشاعر، لكن في الواقع ملامسه الجسم بالحجم الهائل ده للبركان، وان هو يقدر يستحمل ويكمل ونصه التحتاني اصلا في الحمم. انا اروح اجيب نجمه من السماء الناس تصدق ولا تصدق اللي بيحصل ده. الحراره الاشعاعيه اللي ناتجه عن البركان والاتصال المباشر بالحمم البركانيه اصلا بيخلي الجسم يسيح والانسجه اصلا تدوب. يعني الفيلم في المشهد ده بيلعب على الاحساس اكتر من الواقعيه. المشهد ده مش واقعي بالمره، بس يمكن يكون فيه رساله تانية عاوز يوصلها. طب زي ايه مثلا؟ زي ان في ناس في الكوارث بتقرر ان حياه غيرها اهم من حياتها، وده بيحصل في بعض الكوارث. بعد الشر عننا طبعا وعن السامعين وعن الشاهدين وعن كل من قال امين. في سؤال احنا لسه ما جاوبناش عليه، هل ممكن البركان زي ده يحصل في قلب لوس انجلوس او كاليفورنيا؟ كاليفورنيا فيها براكين، فيها براكين، بس اكبر خطر على كاليفورنيا كتوتال كاليفورنيا كلها مش البراكين، الزلازل. لوس انجلوس وجنوب كاليفورنيا عندهم مخاطر زلزاليه اقوى بكتير من البراكين النشطه اللي هناك. يعني في 16 مركز بركاني في كاليفورنيا، بس كلها تحت السيطره وعلى طول الوقت هي تحت المراقبه. طيب فين الاماكن الاكثر عرضه للبراكين؟ الاماكن المعروفه عالميا. اشهر الاماكن والمناطق في العالم
العالم النشطة بالبراكين هي المناطق اللي حوالين حلقة النار في المحيط الهادي، ودي أكتر المناطق النشطة في الزلازل والبراكين. طيب ليه؟ لأن في المناطق دي موجود حدود للصفائح التكتونية، وفيها اندساس وفيها أقواس بركانية وفيها طاقة جيولوجية شغالة طول الوقت. من أشهر المناطق المعرضة للبراكين والزلازل: 1 إندونيسيا، 2 اليابان، 3 الفلبين، 4 تشيلي، وتشيلي لوحدها دي حصل فيها أقوى زلزال في تاريخ البشرية كله، 5 المكسيك، 6 ألاسكا، 7 هاواي، 8 نيوزيلندا. وفي أجزاء من إيطاليا، حوض البحر الأبيض المتوسط للأسف وربنا يستر، وشرق أفريقيا. والمناطق الأخيرة دي مش داخل حلقة النار، لكنها برضو عندها نشاط زلزالي وبركاني. يعني في الأماكن اللي حدود الصفائح التكتونية دي شغالة طول الوقت بتطلع حرارة كوكب الأرض كله على السطح. مثال على كده هاواي. يعني مش كل البراكين بتطلع لنفس السبب، في براكين بتطلع ناتجة عن حدود الصفائح واحتكاك الصفائح التكتونية مع بعض، وفي براكين بتبقى عبارة عن هوت سبوت، نقطة ساخنة، وفي أنماط كتير جدا. أقرب مثال بركان المكسيك، ظهر سنة 1943 في أرض زراعية بتاعت بني آدم عادي جدا، وظهرت وهو أصلا عمال يزرعها. تاني مثال كيلوا في هاواي، وده واحد من أشهر البراكين النشطة في العالم كله، وهو ده البركان اللي عرفنا منه إن الحمم البركانية ممكن تمشي وتستمر الأيام وتدمر بنية تحتية وبيوت ومناطق ومدن كاملة، وإن الغاز البركاني والرماد والشقوق الأرضية كلها مخاطر مصاحبة للحمم البركانية، يعني مش مجرد نار ماشية على الأرض وخلاص. ثالث مثال جبل سانت هيلينز سنة 1980، وده مثال مهم جدا على إن البركان مش لازم يقتل بالحمم البركانية بس، الانفجار نفسه والانهيارات والموجة الساخنة اللي بتحصل بعد كده، الجو أصلا بيبقى سخن، ده في حد ذاته بيبقى قاتل. رابع مثال لونج فالي وماموث ماونتن في كاليفورنيا، والمنطقة دي تحديدا سجلت حالات خطرة لثاني أكسيد الكربون. يعني في حادثة حصلت سنة 1998 في متزلج على الجليد مات في حفرة ثلجية بسبب انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من تحت الأرض. يعني الغاز البركاني مش مجرد درس نظري، الفيلم بيوريك الحمم وهي بتتكسر في الشوارع وبتعطل القطارات وبتقفل الطرق وبتهدد المستشفيات، ودي من أكتر المناطق اللي في الفيلم فيها منطق أصلا، لأن المدينة مثلا زي لوس أنجلوس شكلا وظاهريا هي مدينة قوية جدا، لكنها مبنية على شبكات مترابطة جدا مع بعض، شبكة كهرباء وشبكة مية، شبكة اتصالات وشبكة صرف صحي وشبكات طرق ومستشفيات ووقود وبترول. كل ده لو عنصر واحد بس اتضرب بيجر اللي بعديه زي الدومينو. نيجي للخطة اللي هيعملها مايك رورك، بيقرر انه يوجه الحمم البركانية اصلا، مش هيوقفها، هو هيوجه المسار بتاعها، بيبني حواجز وبيهدم بيوت. علميا البشر حاولوا فعلا يتعاملوا مع الحمم البركانية، بس الموضوع مش بالسهولة دي، بيبقى صعب جدا ومش دايما بينجح. في بعض الحالات بيستخدموا الحواجز والتبريد بالمية او بيستغلوا تضاريس ذات المنطقة، لكن التحكم الكامل بالطريقة اللي الفيلم قدمها ده مش سهل اطلاقا. لكن من حيث المبدأ والفكرة انك تغير المسار بتاع البركان ده بيحصل فعلا. نقف هنا وقفة علمية مهمة جدا. ايه الفرق بين الحمم والغازات والرماد البركاني؟ الحمم بتدمر وبتحرق، الحمم بتبقى عبارة زي ما قلنا عن صخور بركانية وظيفتها بتدمر وبتحرق أي شيء بيجي قصادها. الغاز بيكون غير مرئي وقاتل وسام. الرماد بقى بيأثر على التنفس وبيجرح الأسطح وبيضر بالمحركات والطيارات وبيستمر الأيام والأسابيع. يعني ممكن يكون البركان خمد خلاص والغازات تطايرت، لكن يستمر الرماد البركاني لأيام والأسابيع أكتر وأطول من البركان نفسه. اللهارت، إيه هو اللهارت؟ اللهارت ده عبارة عن سيول طينية بركانية سريعة جدا، بس ده بيحصل لما يكون البركان مع جليد أو أمطار أو مواد رخوة. يعني في فيلم فولكانو لو البركان انفجاري بالمعنى الحرفي كان هيبقى أقوى وأصعب من اللي تم تصويره في الفيلم بكتير. نيجي لوقفة نفسية مهمة جدا. الإنسان والبني آدم الطبيعي مش بيخاف بس من الموت، الإنسان بيخاف من فقدان الإحساس إن الدنيا مفهومة. أفلام الكوارث عموما بتلعب على النقطة دي. يعني لو عملنا مقارنة ما بين فيلم فولكانو وبين براكين انفجارية فعلا هنلاقي ان الفيلم اختار نوع البراكين المفهوم بصريا اكتر من انواع البراكين الاقوى، وده في السينما طبيعي. نيجي لمايك وايمي، العلم والتنفيذ. العلاقة ما بين مايك وايمي مهمة جدا في الفيلم، هي مش علاقة رومانسية بقدر ما هي علاقة ما بين نوعين من التفكير. ايمي عندها تفسير، مايك عنده مسؤولية. هي بتقول له اللي بيحصل ده اكبر من اللي انت متوقعه ومش مجرد حادثة عادية. هو يقول لها تمام بس انا عندي ناس لازم اخرجهم من المكان ده دلوقتي، وده درس مهم جدا. العلم لوحده مش كفاية لمواجهة الكارثة، ودي حقيقة. ونفس الشيء إدارة الأزمات نفسها برضو مش كفاية في مواجهة الكوارث. الكارثة الطبيعية أو الكارثة الصناعية اللي عملها الإنسان بتحتاج الاتنين، العلم وإدارة الأزمات والكوارث. محتاجة حد يفهم إيه اللي بيحصل، ومحتاجة حد هيعرف يعمل إيه تحت الضغط والمسؤولية. في النهاية بينجحوا إن هم يوجهوا البركان للمية والمدينة بتنجو. بس بعد ما المدينة بتنجو فوهة البركان أصلا بتفضل موجودة، وده شيء منطقي جدا عمله الفيلم. هم ما انتصروش على
على البركان، هم عرفوا ازاي يتعايشوا معاه، وهو ده الواقع. في اي مكان فيه بركان في العالم، حتى لو في ناس عايشه حواليه، هم عارفين ان هم عايشين جنب بركان ممكن يثور في اي لحظه. لكن هل فعلا في حل جذري ان هو يقفل البركان ده نهائي؟ مفيش وما بيحصلش ومش هينفع. فيلم فولكانو فيلم مسلي جدا من الناحيه البصريه، لكن لو هنجاوب على الاسئله اللي موجوده فيه، هل العلم اللي موجود فيه حقيقي ولا مجرد خيال مؤلف؟ الاجابه هنا لازم تتوزع على اكتر من سؤال. الغازات البركانيه وخطورتها حقيقيه جدا جدا جدا، واوقات كتير بتبقى اخطر من الحمم نفسها. فكره ان حمم بركانيه تدمر مدن كامله وشوارع وبنيه تحتيه حقيقيه من حيث المبدا، بس الفيلم عمل مبالغه جدا في الايقاع وفي سرعه الحمم البركانيه اصلا. طيب فكره ان بركان يطلع من قلب لوس انجلوس هي دي النقطه الاضعف علميا، مش عشان لوس انجلوس ما فيهاش براكين، لا، المنطقه اللي اتعمل فيها الفيلم اصلا غير نشطه بركانيا، كان ممكن يتعمل اصلا في مناطق تانية نشطه بركانيا في كاليفورنيا. فكره ان البني ادمين والبشر في وقت الكوارث بيبان معدنهم الحقيقي دي حقيقيه علميه قويه جدا جدا جدا، ومن اصدق ما يكون في الفيلم. وهو ده فيلمنا، فيلم فولكانو، فيلم لطيف، فيلم خفيف من انتاج التسعينات، بطوله تومي لي جونز. تقييمه بالنسبه لي 6.5 من 10. لو عجبتك الحلقه اعمل فولو واعمل سبسكرايب واكتب في الكومنتات ايه نوعيه الافلام اللي انت تحب ان احنا نقدمها، والسلام عليكم.